عدد العمدة حاج سطور. حاج سطور. السلام عليكم. سطور. عامل ايه؟ السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك يا حاج؟ حبيبي اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. عامل الحال ايه؟ عامل ايه؟ والله عامل بخير ايه يا الحمد عمي؟ لله. عامل ايه يا فتلة؟ الحمد لله يا فضلك عمي. اخبارك حاج سطور. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك عايش فيك. الجيش خلاص اهو. بكرة عليك في حسب البركة. علينا راجل. ايش بدي انا؟ خلاص يا حاج سطور. الله اكبر الله ربنا يبارك لك فيك. وجاي قصدك في موضوع كده والله. عينيا عينيا ليك. عايز الواد فاتنا زي ما انت شايف، واد محترم كويس. طبعا فاحنا عايزين في الجيش ايه؟ آه. وسط رياضه شويه. وسط مفيهوش ايه؟ حته بعيد. اه وانا عايز نكون مستقبل برضه. ايوه. اه كده يعني هو عايز واسطة ايه؟ يطلع بقى من الجيش؟ لا يا عمي مش لازم نطلعوه من الجيش برضه. مش مثلا آه. مش طبعا. اظن كده كويس. انا جايين المكان اللي انا رايح فيه مم. رايح مكان بعيد. اه انا اتقرب ونبقى في اهلي اه نفسي بطيء ما يبقاش في حد. طب ما تقعد في بيت ابوك احسن. اسمع يا ابني، ايوه اسمع انت وابنك. الجيش ده يعني شرف، الجيش يعني تضحية، الجيش يعني أمان، الجيش يعني حماية. الجيش يعني إيه؟ حماية. الجيش ده هو اللي حامينا، هو اللي حامي الأعراض، هو اللي حامي البنات، هو اللي حامي الشجر، هو اللي حامي النيل. الجيش ده لولاه كان حلانا ضعنا يا ابني، واتدغدغنا وكلونا من زمان يا ابني. اللي لما انت وغيرك يقعدوا في بيوتهم مين اللي هيحمينا؟ مين اللي يرفع الرايه؟ الجيش يا ابني هو شرف الامه، الجيش هو شرفنا. وانت تعلمه كده ان انت لما بتروح بتحميني انا وانا قاعد في البيت، بتحمي اراضينا. حتى الطير اللي طاير في السماء بيعيش امن على حسك. احنا بنناموا بالليل امنين على حس جيشنا يا ابني. تقوم انت وغيرك لما تهرب من الخدمه ولا تمشي ولا تقول انا شوف لي مكان مستريح ولا عايز تقعد في تكييف ولا مين اللي يحمي الحدود يا ابني؟ مين اللي يحمي اخواتك البنات وعيال عمك؟ هو الجيش مين؟ ما انا وانت. انا عايزك تاخد بالك من بلدك. مصر دي بلدنا، اللي يحميها يا ابني يحمي عياله واخواته ويحمي الدنيا دي بحالها. دي امان. مصر هي ام الدنيا يا ابني. وربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عينان لا تمسهما النار، منهم عينا باتت تحرس في سبيل الله. عينا بكت من خشيه الله، وعينا باتت تحرس في سبيل الله. يعني انت كده بوقوفك جنب جيشك وتبقى في قلب خدمتك وانت بتحمينا وانت واخد امان من الله ان النار عمرها ما هتمسك. فاهم الكلام؟ يبقى جيشك ده تقف وانت رافع راسك وتعمل حسابك كده ان وجودك العدو شايفك وعارف انه واخد باله منك ومحذر منك انت وغيرك. الاعداد دي بتهبهم وبيخافوا منك. انما لو سبت المكان انت وغيرك الصبح هنتاكلوا يا ابني، والارض دي هتتاكل وتضيع مننا، شرفنا هيروح مننا. يبقى الجيش ايه؟ شرف. الجيش شرف لينا كلنا وتضحيه. روح يا ابني مكانك خلاص، وبالعزم وبالقوه وبالاراده يا ابني هتأدي خدمتك وتسلم لغيرك في كل امان. خلاص يا ابني، لما انت الرجاله تسيب مكانها يبقى النسوان اللي تحمينا يا ابني. الرجاله رجاله تحمي الارض والعرض. الجيش شرف، وانا تحت امركم في اي حاجه تانية. ربنا يبارك لك. خلاص نصح ابنك يا حاج، اسمع يا ابني، نصح ابنك يا حاج غبور وفهمه وفهمه روح جيشك وقضيه حلو. اي حاجه تانية انا معاكم الا كده. الله يبارك لك. جيشك يا ابني انا عايزك تطلع راجل، هو اللي هيطلعك راجل وهيخلي ابنك تعتمد عليه وتتشرف بيه. شاكرين يا حاج سطور. سلام عليكم. مع السلامه يا ابني. جيشنا ده اللي قدم شهداء في 73، جيشنا ده اللي طلع الرجاله يا ولاد.